جامعة ماست. ولما اجي اتكلم دلوقتي عن جامعة ماست فانا هكلمك عنها اول حاجة من حيث شهادة الجامعة، بعد كده هنتكلم من حيث الماديات وكل حاجة تخص ماديات الجامعة، سواء بقى المصاريف بتاعتها، سواء انت هتصرف كام يوميا لو انت في الجامعة، بناء على اني سألت ناس موجودين في الجامعة. واخيرا هتكلم عن المميزات، واخر حاجة بقى واللي هي الاهم، العيوب. هتقول لك كل العيوب اللي ممكن تقابلها في جامعة ماست. بص يا صديقي، اول حاجه لو جينا نتكلم عن الشهاده فانت لازم تكون عارف ان الشهاده 3 حاجات. اول حاجه الشهاده محليا، بعد كده الشهاده دوليا، بعد كده الشهاده من حيث يعني الطلب عليها من الشركات. بالنسبه للشهاده دوليا فجامعه ماست هي واحده من الجامعات اللي شهادتها معترف بيها محليا يعني على مستوى الجمهوريه، ومعترف بيها دوليا على مستوى العالم، يعني تقدر تسافر تشتغل بيها بره او تشتغل بيها جوه مصر، في الحالتين معترف بيها. وبالنسبه للشركات فانا عايز اقول لكم جامعه ماست بسبب ان هي الدراسه فيها بتكون مش اسهل حاجه او صعبه نوعا ما، بتكون غالبا تلاقي الشركات بتطلب ناس موجودين في جامعه ماست. فجامعه ماست من حيث ال3 حاجات دول هي قويه جدا واختيار مناسب جدا ليك. لو جينا بقى نتكلم عن جامعه ماست من حيث المصاريف، فلازم تكون عارف قبل اي حاجه وقبل ما تشوف حتى المصاريف بتاعه الكليات، لازم تكون عارف ان هي جامعه وسط. يعني ايه جامعه وسط؟ هي مش الجامعه اللي الدراسه فيها اي كلام فمصاريفها قليله، ولا الجامعه اللي الدراسه فيها احسن حاجه لكن في المقابل مصاريفها عاليه جدا، زي مثلا الجامعه البريطانيه او الجامعه الالمانيه. هي جامعات خاصه لكن مشهور عنها ان مصاريفها بتكون غاليه جدا. فجامعه ماست تعتبر من الجامعات اللي ماسكه العصايه بالنص، بالرغم من انها جامعه خاصه لكن مصاريفها تكاد تكون قريبه من الجامعات الاهليه. الجامعات الاهليه والخاصه اغلبهم بتلاقيهم بيعملوا نظام تقسيط في الدفع، يعني انت ممكن تدفع على مرتين او ممكن تدفع على 4 مرات. جامعه ماست مفيش عندنا الكلام ده، انت هتدفع مرتين، مره بعد السمستر الاول ومره بعد السمستر الثاني، غير كده مالكش مكان عندنا. فعامه السيستم في جامعه ماست او النظام فيها سيريس جدا، وهتلاقي يعني مفيش مجال للتفاوض كبير. ثالث حاجه ودي برضو من مميزات الجامعه في حيث الدفع، ان المصاريف ثابته مش بتزيد كل سنه. يعني انت لو قدمت في الجامعه السنه دي، المصاريف اللي هتدفعها السنه دي هي اللي هتدفعها السنه الجايه، هي اللي هتدفعها السنه اللي بعدها. على عكس جامعه زي جامعه 6 اكتوبر المصاريف بتزيد كل سنه 10%. يعني بعد 5 سنين لو انت مثلا في اسنان فانت مصاريفك هتكون زادت 50% عن اللي دفعته في اول سنه. لو اول سنه 100,000 في اخر سنه هتبقى 150,000. انما جامعه ماست اول سنه 100,000 اخر سنه 100,000. في حاجه عايز اقول لك عليها، احنا ضحكنا عليك لان اول سنه مش هتدفع 100,000 بس، ده فرضا لو المصاريف بتاعتك 100,000. انت هتدفع حاجات زياده اسمها تامين معامل ومصاريف اداريه وشويه حاجات كده بتتاخد منك اول السنه، دي طبيعي. عايز اقول لك دي موجوده في اغلب الجامعات مش جامعه ماست بس. يعني احنا مثلا عندنا في الجلاله احنا تقريبا يعني هو اتقال لنا انها تدفعها اول سنه بس، لكن احنا يعتبر بندفعها كل سنه. فيعني طبيعي شويه الموضوع ده، ما تقلقش. انا بقى دلوقتي نبدا في مميزات جامعه ماست، وانا هنا هتكلم عن المميزات والحياه. فممكن تلاقيني في النص كده قلت لك حاجه هي مش ميزه ولا هي عيب، هي موجوده ماشي. بص، اول حاجه بالنسبه لان انت تقدر تحط الجدول بنفسك ولا لا، دي بتبقى بوينت حلوه جدا اسال عليها في الجامعه اللي انت فيها قبل ما تدخل، لان حاجه حلوه جدا ان انت تقدر تحط جدولك بنفسك. يعني انا مثلا عندي في الجلاله انا بحط جدولي بنفسي. يعني ايه بحط جدولي بنفسي؟ يعني لو انا هاخد سكن فانا كده كده موجود في الجامعه، فانا ممكن احط الجدول 5 ايام، ما انا كده كده هناك. لكن لو انا مش هاخد سكن انا هعمل جدولي يومين او 3 بالكتير قوي. ليه؟ عشان ابقى باقي الاسبوع موجود بدل ما افضل رايح جاي طول اليوم. فالموضوع ده يعني مهم جدا ان انت تسال عليه. بالنسبه لجامعه ماست ففي كليات بتقدر تحط فيها، في كليات مش بتقدر تحط فيها جدولك بنفسك، لان انا سالت عن الموضوع فلقيت ناس قالوا لي كده وناس قالوا لي كده. بس اللي كله اجمع عليه ان الجامعه بتنزل لك من 1 ل3 جداول انت بتختار منهم، بيكون في منهم جدول 5 ايام، جدول 3 ايام، انت بتختار الانسب ليك. تعالى بقى للدكاتره في الجامعه، في بوينت عايز اقول لك عليها. احيانا بيكون في كليات معينه في الجامعه دي معروف ان الدكاتره اللي فيها كلهم كويسين وبيساعدوك و الى اخره. يعني مثلا عندنا في الجلاله مشهور جدا ان دكاتره صيدله يعني بعيدا عن اي دكاتره في الجامعه بيساعدوا جدا الطلبه اللي فيها ومهتمين بيهم الى اخره من الكلام. ففي جامعه ماست مفيش كليه مشهور عنها كده بعينها. فموضوع الدكاتره انت وحظك الدكتور ده عامل ازاي. بالنسبه للمستوى التعليمي فالدكاتره كلهم توب، احنا مش بنتكلم عن الموضوع ده، لكن انا بتكلم ان يكون في مساحه ما بينك وما بين الدكتور تكلمه وتساله وتتعرف عليه. في مجال ممكن تبقوا اصحاب، يبقى عندك على الواتس اللي انا بقول لك الموضوع ده بيفرق معاك جدا. فيعني كله اجمع ان ده على حسب شخصيه الدكتور. في دكاتره بيبقوا كده وفي لا. في سؤال مهم جدا بيطرح وبيتسال علينا بيبقى هامم كل الناس، القاعات مكيفه ولا لا؟ انتوا متخيلين في ناس بيسيبوا الجامعه
عشان بس القاعات مش مكيفه. فاطمن، جامعه ماست القاعات فيها كلها مكيفه. وفي بوينت عايز اقولها، جامعه ماست هي واحده من الجامعات اللي بتكون مهتمه بالتجديد اول باول، فبتلاقي الاجهزه بتتجدد اول باول والالات كلها موجوده يعني بالاصدار بتاع السنه، سواء بقى كنت في هندسه كنت في اسنان لان الكليات دي مشهوره بالمعدات بتاعتها، في صيدله في معامل الاناليتيكال مثلا هتلاقي ان الالات اللي موجوده كلها احدث حاجه. فدي ميزه مهمه جدا في جامعه ماست. طب سؤال، هو في جامعات مش بتكون كده ومش بتتجدد اول باول؟ ايوه يا صديقي، بص اغلب الجامعات الاهليه هتلاقيها كلها بتتجدد اول باول لان دي تعتبر لسه معموله جديده، فهي جديده اصلا. في بعض الجامعات القديمه، جامعه زي جامعه 6 اكتوبر، من ضمن العيوب اللي موجوده فيها دون عن مميزات كتيره جدا موجوده، هي ان الالات والحاجات اللي موجوده فيها والمعدات ومثلا الكراسي، كل الحاجات دي قديمه جدا. بالنسبه للسكن، هو قالوا لي ان في سكن بس بيكون غالي شويه شويتين 3 4، فاغلب الناس بيتجهوا للسكن بره قدام المسجد اللي بيكون قدام الجامعه يعني، فده السكن اللي الطلبه بيجمعوا نفسهم فيه بيروحوا يسكنوا فيه غالبا، فبيكون اسعاره متوسطه مقارنه باسعار الجامعه. الطبيعي بقى الطالب بيصرف كام؟ بص يا صديقي، انا مش بقول لك انت هتصرف كده قد ما بقول لك ان انا سالت زمايلك وقالوا لي ان المتوسط هيكون ان انت بتصرف كده. بص، اللي اتقال لي ان متوسط الدفع بيكون من 130 ل 250 في اليوم اللي هتنزل فيه الجامعه. طيب انا جبت الرقم ده منين؟ هو اتقال لي ان 130 ده هيكفيك ان انت تنزل الجامعه وتدفع مواصلاتك ولو هتشتري حاجه خفيفه. انما لو يعني هتاكل بقى او هنخرج سوا بعد الجامعه شويه ومش عارف ايه، فالموضوع هيوقف معاك على 250. اللي انا بقوله ده المتوسط اللي قالوا لي عليه زمايلكم. اكيد مش كل يوم هتنزل الجامعه هتصرف 250 ولا كل يوم هتنزل الجامعه هتصرف 130، الموضوع بيبقى نسبي، بس ده اللي بيصرفه طالب متوسط في الجامعه. لكم الارقام دي تعتبر كويسه جدا مقارنه باللي موجوده مثلا في الجامعه عندنا في الجلاله، لان انا عايز اقول لك انا لو هنزل الجامعه ماليش دعوه بقى بالمواصلات اللي بدفعها والكلام ده كله، مش هندخل في الدخله دي كلها، لان انا عايز اقول لكم انا لو هنزل الجامعه فانا المواصلات لوحدها 250، ولو هجيب وجبه فهي 250، و250 ده الحد الاقصى في مصر، فدي يعني ده موضوع حلو جدا يعني. طيب سؤال هنا، الجامعه فيها مستشفى ولا لا؟ وعايز اقول لكم البوينت دي مهمه جدا، ايا يكن الجامعه اللي ناوي تدخلها لازم تتاكد الجامعه دي فيها مستشفى ولا لا، لان دلوقتي بداوا يتكلموا في موضوع ان الجامعات اللي ما فيهاش مستشفيات احنا هنبدا يعني ما نخليش شهادتها تعتمد، او هنا الجامعات اللي المقصود بيها فيها كلينيكال، يعني تخصصات الكلينيكال، لو انت صيدله كلينيكال، لو انت طب بشري، لو انت علاج طبيعي وعندك كلينيكال، الحاجات دي كلها شهادتك مش هتعتمد لان جامعتك ما فيهاش مستشفى. فاللي انا عايز اقوله لك حاول تلاقي جامعه اصلا يكون فيها مستشفى. جامعه ماست هي واحده من الجامعات اللي فيها مستشفى خاصه بيها، ومستشفى سعاد كفافي، وعايز اقول لكم المستشفى دي يعني انا قرات عنها كده شويه، فالجامعات اللي مسمعه في مصر يعني وليها سمعتها ورونقها وكده، فلا يعني هي مستشفى قويه. تعال بقى للسوشيال لايف بتاع طالب جامعه ماست. عايز اقول لكم جامعه ماست هي واحده من الجامعات القويه جدا، من حيث بقى الايفنت اللي بتعملها، من حيث الكلوبس اللي موجوده فيها، من حيث ان هي مش بتبقى مقتصره على انها حياه جامعيه انا بروح احضر محاضراتي وارجع بس، لا هيكون عندك حياه بجانب كده. وده يعني اللي انا شفته، سواء ايفنتات رحت حضرتها هناك او يعني ايفنتات طلبه منهم جم حضروا عندنا، فواضح ان الناس دي لا مش مقفول عليهم كده، بس مش لدرجه يعني ان انت هتكون ماشي في الجامعه فتخبط في حد فيقع على الكتب، يعني مش للدرجه دي، بس هتعيش الاجواء برضه.